خوتي السلام عليكم. وكشفت الحقيقة أخيرا، أي بانت الحقيقة يا خوتي. لكن زدت ما شفتش الحقيقة من الأزمة هذه بين جمال بلماضي والاتحادية الجزائرية، والله في الظرف هذا بالذات، والله في الفترة هذه بالذات. صدقني راك مامي مع احترامي لك لن تبصر الحقيقة أبدا مادام في الوقت هذا ما زدت شفت الحقيقة. أهل الباطل من أهل الحق، صدقني يا خويا العزيز غير ما تزيد نشوف الحقيقة حتى يرث الله الأرض ومن عليها. ضربوا يا خوتي هذه 5 سنوات وهما يضربوا هما يهضروا في جمال بلماضي، يستعملوا يعني الدعاية الإعلامية، يستعملوا الإعلام، يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي، يعني كل ما أوتوا من قوة، أي حاجة قادرين يديروها من أجل تشويه جمال بلماضي، من أجل إزاحة جمال بلماضي هذا داروها، لم يقصروا ابدا من اجل ازاحه جمال بلماضي. ضربوه زعما او ارادوا، لانه الهدف تاعهم هذا من الدعايه، من تشويه سمعه جمال بلماضي اكسيتيرا. واش هو ضرب جمال بلماضي من خلال نقطه قوته. واش هي نقطه قوه جمال بلماضي؟ هو الشعب الجزائري. جمال بلماضي لولا الشعب الجزائري لما استمر جمال بلماضي في تدريب المنتخب الوطني، ولما استمر جمال بلماضي 5 سنوات ونصف وهو مدرب المنتخب الوطني، وهذه كل الشعب الجزائري يعرفها. ضربوا يا خوتي من اجل، ولا جابوا سنوات يا خوتي وهما يضربوا من اجل تشويه سمعه الناخب الوطني هذا، من خلال النتائج، من خلال تشويه السمعه، من خلال الوطنيه، من خلال كل شيء، باش يدور الشعب الجزائري هذا في جمال بلماضي ويقول له جمال بلماضي ديجاج. وفي النهايه يا خوتي كل هذه الخدمه والعمل هذا طيله سنوات في الاخير لم يكلل بالنجاح وخرجوها طي. قال لكم هذا المعلق، والله هذا الاعلامي المحنك والاعلامي الكبير اللي دارس في جامعه ما على باليش انا ستانفورد، ولا دارس في جامعه كامبريدج، والله ما على باليش وين دارس، هذا اللي قاعدين يهولونا ويضخمونا حافظ قطراجي. قال لكم باللي نتوما الشعب الجزائري ما تفهموش، لازم دوله ديكتاتوريه. قال لك لازم ما ناخذوش راي الشعب في تعيين مدرب المنتخب الوطني الجزائري. قال لك ما لازمش ناخذوا راي الشعب في اي حاجه تتعلق بكره القدم. قال لكم ما نزيدوش ناخذوا راي الشعب هذا، لانه الشعب هذا يمشي بالعاطفه، ما يعرفش راسه من رجليه. الشعب هذا ما يعرفش الانسان الوطني اللي يحب بلاده من الانسان اللي ما يحبش بلاده. هضرها مباشره بلا ما ندخلوا في لي ديتاي كسيتي خوتي، لانه المقال تاعو طويل وعريض، ولكن الخلاصه والحصيله تاع المقال تاعو، لانه تعرفوا الخروط يا خوتي ابدا يسرد في الواقع تاع 5 سنوات. واقصينا من الدور الاول في كان ما على باليش الكاميرون، واقصينا في الدور الاول من كان كوت ديفوار، ولم نتاهل الى كاس العالم، والمنطق يقول زعما يجيبها لنا يعني بداعي المنطق اكسيتيرا. ونعرفوا الاشياء هذه تاع حافظ قطراجي، والحمد لله رانا اناس مثقفين يا خوتي، نعرفوا جيدا يعني الحربه يا خوتي لما تبدا يعني قبل يعني لا تبت السم تاعها هذاك، يعني الحصيله هذيك والخلاصه تبدا يعني تزهيلك وتبدا دير لاباس صح هذيك تعلم نتاهل اللي اقصينا من الدور الاول تاع كان اكسيتيرا. وبعد في النهايه يقول لك انه الشعب الجزائري هذا مازال مع جمال بلماضي. انا الفيديو السابق فقط قلت لكم يا خوتي، قلت لكم انه اغلبيه الشعب الجزائري الى حد الساعه مازال مع جمال بلماضي. كاين في اي خرج لك عبيدات هكا 10 عباد من 300 كومونتير، ايماجيني 300 تعليق في الفيديو السابق، 10 عباد يا خوتي مدايرين كومونتير انه مع رحيل جمال بلماضي، بينما اغلبيه الساحقه تاع لي كومونتير مع بقاء جمال بلماضي. وقلت لكم يا خوتي انا ما نتكلمش كلام هكذاك فقط على بالي وندخل مواقع التواصل الاجتماعي. حتى في هذا المقال تاع حافظ قطراجي لو تروحوا تشوفوا التعليقات تلقاو الاغلبيه الساحقه تاع التعليقات مع بقاء جمال بلماضي. انا عجبني الشعب الجزائري، ماشي يعني عجبني الشعب الجزائري لانه يدعم جمال بلماضي، عجبني الشعب الجزائري لانه الشعب الجزائري هذا ولا مثقف، ولا متعلم، يعرف باللي القضيه ماشي قضيه مدرب اخفق في النتائج وعلينا باقاله المدرب وانتهى الامر، بل على باله باللي القضيه هذه راهي اكبر من قضيه مجرد قضيه مدرب، واكبر من مجرد قضيه كره قدم، وانما تتعلق بانسان مع الحق وإنسان مع الباطل، إنما تتعلق بالصراع بين الحق والباطل. ولهذا الشعب الجزائري مع إنسان الحق هذا ضد المافيا وضد العصابات هذو اللي عندهم سنوات يا خوتي. مع أنه هضرنا مرارا وتكرارا قبل حتى نوصلوا المطاف، يعني النقطة هذه هضرنا يا خوتي مرارا وتكرارا، وقلنا باللي راهو جاي الوقت لجمال بلماضي فوالا واش يصرى فيه وصلنا للنقطة هذه. ولكن أنا واحد من الناس ما كنتش نتوقع أبدا انه فئه كبيره من الشعب الجزائري ما زالت تدعم جمال بلماضي. حبيبنا القرطاجي يا خوتي خرج وقال لك بدي الشعب الجزائري هذا ما يفهمش،
الشعب الجزائري يتكلم بالعاطفه، ما يعرفش كره القدم، ما يعرفش الانسان اللي يصلح من الانسان اللي ما يصلحش. قال لك الشعب الجزائري، المره اللي فاتت لما قلت لكم ان الشعب الجزائري راهو مازال مع جمال بالماضي، على بالي يا خوتي علاش قلت باللي جمال بالماضي مازال معاه الشعب الجزائري. والآن يا خوتي راهو اعتراف بطريقة غير مباشرة من حافظ الدراجي على أن الشعب الجزائري نعم ما زال مع جمال بالماضي. ولو داروا الآن استفتاء من الشعب الجزائري هل يبقى جمال بالماضي ولا يرحل، يقول لك الشعب الجزائري نعم لبقاء جمال بالماضي وضد رحيل جمال بالماضي. شوفوا خوتي، يعني ديجا كي تقراو بعد الملخص راهو ديجا بعد درك نقرا لكم الملخص تفهموا يعني كل شيء بلا ما نقرا المقال تاعو، لانه خروط فقط. هذه هي الحصيله وهذه هي خلاصه تاع المقال تاعو الطويل هذا، فيه 4 صفحات ولا 5 يا خوتي، ما نطولوا الفيديو لا والو. شوفوا، بقاء بالماضي او رحيله غير مطروح للاستفتاء في وسائل الاعلام ووسائط التواصل الاجتماعي. علاه؟ قال لك بين جماهير تحركها العواطف. واش معناتها جماهير تحركها العواطف؟ معناتها الجمهور الجزائري ما يعرفش. زيد اكثر مما تؤثر فيها النتائج السلبيه او اخفاقات المتكرره. قال لكم حبيبنا حافظ الدراجي باللي الشعب الجزائري ما يعرفش. وعلاش ما كملتش المقال تاعك وقلت انه الانتخابات الرئاسيه التي فاز بها تبون كذلك لا يجب الغاؤها؟ علاه؟ لان الشعب الجزائري تنال منه العاطفه. اذا كان الكلام تاعك منطقي فيجب الغاء كل شيء يتعلق فيه والله الفائز فيه يتعلق مباشرة بنتيجة الانتخابات، لأنه أوتوماتيكمون الكلام تاعك راهو يقول بطريقة غير مباشرة أن الشعب الجزائري هذا ما راحش يخير الصائب دائما. علاش ما قلتش أنه الشعب الجزائري خير تبون؟ والشعب الجزائري هذا عاطفي، وبالتالي الشعب الجزائري ما يعرفش، ما لازمش نخليو يعني القرار بيد الشعب الجزائري. الان راكم بنتوا على حقيقتكم انكم ديكتاتوريين، ضربتوا من اجل ان يطور الشعب الجزائري على جمال بالماضي. ولما شفتوا ان الشعب الجزائري مهما يعني درتوا الجمال بالماضي من نتائج، من اخفاقات، من درتوا له شوهتوا السمعه تاعو، ضربتوه في الوطنيه، في الاخير خرجتوا ولقيتوا باللي الشعب الجزائري مازال واقف مع جمال بالماضي، فاردتوا الان قلتوا باللي الشعب الجزائري هذا ما يصلحش. علاش ما كملتش وقلت انه الشعب الجزائري ما لازمش يكون عنده انتخابات، ولازم رئيس الدوله نحيو عبد المجيد تبون، لانه الشعب الجزائري هذا عاطفي ما يعرفش يخير. هذه ما تقدرش تهضرها، لانها راح تسبب لك مشاكل طويله وعريضه، وممكن حتى تمنع من دخول الجزائر اكسيتيرا. هذه ما تهضرهاش. بصح على بالماضي تهضر كلام مثل هذا. الانسان الذكي، الانسان اللي عنده عقل، صدقني خويا العزيز، حتى لو كنت نتبع هذا حافظ الدراجي ونحترم والو عندي قدر يعني ذره من الاحترام ليه، من هذا الكلام مباشره ما نزيدش نتبعه نهائيا، بغض النظر هل انت مع جمال بالماضي ولا ضد جمال بالماضي ولا، لانه الكلام تاعو هذا تاع حافظ الدراجي وكانه يقول باللي الشعب الجزائري هذا ما فيهش ثقه، الشعب الجزائري هذا جاهل، الشعب الجزائري هذا ما يفهمش، الشعب الجزائري هذا ما لازمش دير فيه ثقه، وما لازمش هو اللي يخير مدرب المنتخب الوطني، بطريقه غير مباشره ماشي لازم هو كذلك اللي يخير رئيس الجمهوريه. هضرها بطريقه غير مباشره. هذه تنطبق على الرياضه، تكلم على جمال بالماضي، بصح لما تتكلم انت على جمال بالماضي واراده الشعب انت تحوس تمحيها وتقول ما لازمش الشعب هو اللي يحط مدرب المنتخب الوطني، فكذلك بطريقه غير مباشره راك تقول عفوا باللي الشعب الجزائري كذلك ماشي لازم هو اللي يحط رئيس الجمهوريه. لقاوها ما فيهاش يا خوتي، لقاوها ما فيهاش. ضربوا ما كانش، ضربناه بالنتائج ما كانش، شوهنا له الوطنيه الناسيوناليتي ما كانش، ضربناه كذلك بهذيك تاع 4 ملاير يخلص 4 ملاير ما كانش، ضربوا من خلال اعلام الخروط ما كانش، رفيق كوفيد رضا وسواس بن شقشوق حسين الابعادي ما كانش. الان وكانه تفاجؤوا برده فعل الشعب الجزائري، ما صدقوش انه الشعب الجزائري اللي خرج بعد مباراه موريتانيا هو الشعب الجزائري الحالي. انا بعد مباراه موريتانيا هضرتها لكم واكررها يا خوتي بحكم عاطفتي، خرجت مباشره بعد مباراه موريتانيا وقلت انه لازم جمال بالماضي يروح، لازم اللاعبين يروحوا، لازم ثوره في المنتخب الوطني الجزائري. بصح هذاك الكلام كلام العاطفه، لانه بعد الاقصاء مباشره واضح وضوح الشمس انك راح تتكلم بالعاطفه. بصح بعدها يا خوتي لما الانسان يحط عقله في راسه وكل حاجه يحطها في بلاصتها، بانت لي باللي جمال بالماضي لازم هو يقعد فقط تذكاره في العديان، فقط تذكاره في العصابه، لانه قضيه استقاله بالماضي هذه ماشي قضيه استقاله مدرب كره قدم يا خوتي، وانما اكبر من ذلك بكثير. راهو صراع يا خوتي بين قوى الشر وقوى الخير
فمن تفضلون؟ والله يا خوتي انا الشيء اللي يغيظني هو جمال بالماضي. ان استمر جمال بالماضي مدربا للمنتخب الوطني انا نقول لكم يا خوتي باللي جمال بالماضي لن ينجح ابدا. ماشي لن ينجح لانه مفلس تكتيكيا ولا لانه ليس بمدرب والله المكانه ماهوش كفء للمكانه هذيك، وانما يا خوتي ان بقي المحيط هذا تاع الاتحاديه، المحيط تاع الاتحاديه معه وصحافه الخروط وبقات هذه صحافه الخروط يا خوتي، فجمال بالماضي لن ينجح ابدا لا في لاكوب دافريك 2025 ولا في نهائيات كاس العالم 2026. انا فقط مع جمال بالماضي حتى هادو يا خوتي زكاره في العديان وزكاره في عصابه الخروط، وهادو لا اكثر ولا اقل. وصلنا لمرحله الشعب الجزائري لا تهمه النتائج بقدر انه يهتم انه يبقى صاحب المكان المناسب في المكان المناسب اللي هو جمال بالماضي. لازم يا خوتي من اجل نجاح جمال بالماضي لازم نطلبوا من السلطات، لازم نطلبوا من رئيس الجمهوريه تبون ان يتدخل ويصفي الاتحاديه الجزائريه. انا من خلال الفيديوهات اللي درتها سابقا ما شفتش اغلبيه الناس قالوا انه جمال بالماضي يجب عليه الرحيل، شفت انه اغلبيه الناس قال لك مع جمال بالماضي ديجاج وليد صادي. وبالتالي الشعب الجزائري لا يطالب برحيل جمال بالماضي وانما يطالب برحيل وليد صادي رئيس الاتحاديه. انا بانت لي هكذا، روحوا شوفوا الفيديوهات تاعي السابقه تلقاو الاغلبيه يقولوا مع جمال بالماضي نعم لرحيل وليد صادي. إذا كان هذا وليد صادي جاي يحمي جمال بالماضي كما قالنا في البداية فعليه أن يتحمل المسؤولية. إذا راح جمال بالماضي فعلى وليد صادي كذلك أن يرحل. احنا نقولوا الرئيس الجمهورية، هذا نداء من هذا منبر رئيس الجمهورية، إذا ذهب جمال بالماضي أنا أطالب رئيس الجمهورية والشعب الجزائري كله يطالب رئيس الجمهورية بتنحية وتنظيف الاتحادية الجزائرية وعلى رأسهم وليد صادي، لانه هذا للاسف كل توقعاتنا اللي قلناها سابقا قبل 4 أشهر وقلنا باللي الانسان هذا جاي ينحي جمال بالماضي من تدريب المنتخب الوطني، للاسف وللاشاره كل توقعاتنا كانت صحيحه. جمال بالماضي يجب ان يبقى في المنتخب الوطني وراح ينجح باذن الله مع المنتخب الوطني بشرط تنظيف الاتحاديه الجزائريه اول حاجه وتنظيف صحافه الخروط. صحافه الخروط هذه لازم لها تنظيف، لازم لها حمله اعتقالات وتنظيف وممكن حتى اغلاق القنوات هذه نهائيا. نحن لا نريد القنوات الخاصه، لازم نديروا هاشتاغات اخواني الكرام من اجل اغلاق القنوات الخاصه هذه، لانه هذه القنوات الخاصه ما جانا منها غير البلا، ما جانا منها الا تكسير المنتخب الوطني الجزائري، ما جانا منها الا افساد المنتخب الوطني الجزائري. خليو المنتخب يخدم في كالم، ولا واحد يزيد يهضر على المنتخب ولا واحد يزيد يهضر على المدرب. اذا ارادوا التكلم عن المنتخب كما كنا بكري يتكلموا لنا في اليتيمه هذيك في النشره تاع 8 يجيبوا حصه والله في السمانه، يتكلموا على الاسبوع الرياضي والله هذيك الحصه اللي كان يقدمها من الملاعب القطراجيه اكسيتيرا وصاي. ماشي كل يوم يجيبوا لنا حصه ويبداو جمال بالماضي بدون شخصيه، جمال بالماضي مفلس تكتيكيا، هو غدوه يلعب الماتش واليوم هما يتكلموا ويقول لك باللي جمال بالماضي مفلس تكتيكيا بدون شخصيه اكسيتيرا، يتكلموا في شخصيه الناخب الوطني. فنطلب من رئيس الجمهوريه السيد عبد المجيد تبون انه ينظف محيط الاتحاديه والاتحاديه من رئيسها وجبل، هذه اول حاجه. وثاني حاجه ان ينظف هذو قنوات الخروط واما يغلقهم تماما، تولي في الجزائر ما كانش القنوات الخاصه كما كنا سابقا في عهد بوتفليقه، لأن القنوات الخاصه هذو لن تفيد الدوله الجزائريه لا دوله ولا اقتصاد ولا حكومه ولا كره القدم لا من قريب ولا من بعيد، وانما تساهم في تدمير وتخلي الناس يضحكوا علينا لا اكثر ولا اقل. هذا هو الحل الوحيد عفوا لنجاح جمال بالماضي. وهذاك المقال تاع القطراجي هذاك اكبر دليل والله اكبر اعتراف باللي الشعب الجزائري الى حد الساعه مازال واقف مع جمال بالماضي، وكلنا جمال بالماضي فقط من اجل ان لا تهنأ العصابه. هذا ما كان. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.